حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. عايزه اكلمكم عن استعدادي للشتاء بيكون ازاي. اول حاجه بيكون ان انا بشتري جوانتي مثلا لايدي. بهتم جدا بالتدفئه يا جماعه، عشان انا عندي انيميا، والشتاء بيخلي اطرافي دايما ساقعه جدا جدا جدا. فانا رحت بشتري الجوانتي بالمنظر ده. غالبا كل سنه بروح بس بدوخ عليه شويه على ما بلاقيه، وان شاء الله هتلاقيه. يعني ده بيدفي لي ايدي طول الوقت. تاني حاجه بشاور لكم يا جماعه على القعده بتاعتي. الكنبه دي بتاعتي، بقعد قدامها على طول قدام التلفزيون عليها. وفي ظهر الكنبه دايما بحط حاجات اللي انا بستعملها دايما. الفيتامينات بتاعتي، كريمات المرطبه بتاعتي، كوبايه سكر عشان لو عملت شاي ولا حاجه. اظبط السكر بتاعي او اي مشروب انا بعمله، الشاي بتاعي، اي حاجه انا بعملها، بحيث ان انا ابقى كل حاجتي متظبطه باذن الله يعني. ما اقومش تاني بعد ما اكون ظبطت نفسي وظبطت القعده. مناديل جنبي دايما تحسبا لاي شيء، جالك برد جالك اي حاجه لا قدر الله. ملكوش دعوه بالحركات البهلوانيه اللي انا بعملها دي لجذب الانظار، عشان تقوموا تتشجعوا تعملوا زيي. تاني اهم حاجه يا جماعه، هي دايما يكون جنبك بلانكت او دفايه كده تكون رقيقه انت بتحبيها لونها حلو، تكون جنبك كده على الكنبه بتاعتك. انا دي يا جماعه بدفي بيها رجليا. انا رجليا بتسقع جدا 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 في الشتاء. ودايما يا جماعه اختاروا بلانكت تكون خفيفه كده مش تقيله، او ما تروحوش تجيبوا بطانيه تبوظ لكم الدنيا وتبوظ القعده. لو انتوا قمتوا تلاقوا الدنيا متلخبطه او الدنيا متكركبه قوي، فدي هتبقى حاجه مش ظريفه يعني. يعني انا بخلص القعده على طول بقوم جايه مرتباها على طول، مروقاها القعده كلها، ومرتبه او مطبقه البلانكت زي ما انتوا شايفين كده. من اهم الحاجات برضو دايما بحط شال جنبي. ده برضو الشال ده اشتريته. دايما يا جماعه في الشتاء اشتروا حاجه كويسه، حاجه جديده ليكوا تفرحكوا. الحاجات الجديده دايما بتفرح حتى لو بسيط. الشال ده انا جبته، ما كانش غالي على فكره، وطلع ترند اليومين دول، مش غالي خالص. ده بحطه على كتافي وعلى دراعاتي وكده، بحيث يدفيني. بصراحه بيدفي جدا جدا جدا، مع انه سعره مش غالي. أم، دول كده يا جماعه ما بيفرقونيش خالص. دي كده بقى انا كده ظبطت القعده تمام من كل حاجه. بس بجيب ميه كمان جنبي. ودي بقى القعده بتاعتي عباره عن بطفي النور، ولازم اقعد على الكنبه بتاعتي واتغطى كويس، وافتح فيلم ابيض واسود او مثلا مسلسل قديم تركي مثلا، او مسبيرو زمان. يعني انا ما بتفرجش غير الحاجات دي. مفيش اي حاجه تانية جديده بتفرج عليها خالص. ما اعرفش اي حاجه في الجديد بصراحه. من ضمن الحاجات برضو اللي انا متابعاها اليومين دول، سنوات الضياع بتيجي على قناه العراق. بتاعت يحيى ولميس، اكيد كلكم عارفينها. بتيجي الساعه 1 بالليل بتوقيت مصر. من ضمن الحاجات برضو للتدفئه يا جماعه، لازم يكون عندك لكلوك حلو كده شكله ظريف، تلبسيه في رجليكي برضو كده، بيخلي الدنيا رقيقه جدا كده معاكي، وظريفه ومتدفيه، والدنيا واو بقى معاكي كده يعني. من ضمن الحاجات عندي تاني كورنر عندي في البيت، اللي هو الكومود بتاعي ده، دايما عليه فيتاميناتي وحاجتي كلها برضو، وكريماتي. ودايما عندي نسختين من الكريمات يا جماعه. بعد ما خلاص برطبت ايديا والكلام ده كله، بدخل بقى على ترطيب وشي مثلا. من ضمن الحاجات برضو اللي بهتم بيها في الشتاء جدا، دلوقتي انا اشتريت غسول من افريكانا. هو اصلا مخصص للبشره الجافه، فانا بغسل بيه بشرتي، مش باين شايفها خالص، وبطريقه بيخليها حلوه غير اي غسول تاني. هبقى اكلمكم عنه ان شاء الله في فيديو منفصل. تاني حاجه ترطيب شعري، جايبه ليف ان من افريكانا برضو، وسيرم. ده السيرم اللي جه في ايدي. فيه طبعا سيرامات كتير انا كلمتكم عنها، كلهم ممتازين. موندو برضو عندي منه نسختين، نسخه مثلا على الكومود، نسخه على التسريحه، نسخه على الكرسي كده على طول، بحيث دايما يا جماعه ايديكم تبقى مترطبه. نيجي لأهم نقطة في اليوم، وأهم وقت، وهي دي حياتي، المشروبات بقى الدافية وكده. أنا يا جماعة بحب جدا جدا الشاي، يعني سبحان الله. ممكن حد كتير يعني يقولك إيه الشاي ده يعني، لا أنا بحبه جدا جدا، وبهتم إن أنا أجيب منه أنواع كتير. يعني أنا كان عندي شاي ربيع لسه خلصان منه من عندي قريب، وكنت جايبة شاي من السعودية جميل قوي قوي برضو. وعندي ليبتون اهوت والعروسة. بجيب مثلا مشروبات دافية، كنت جايبة جنزبيل دلوقتي، وده ينسون، وكوفي ميكس برضو، عشان ايه انوع. من ضمن الحاجات برضو يا جماعه ان انا رحت اشتريت مج جديد زي الشال كده. لازم تشتروا في اي دخلة شتاء او صيف حاجه يعني تفرحكم، بالذات الشتاء بالذات بهتم بيه اكتر كمان من الشتاء ورمضان، دول اهم حاجه عندي. فاشتريت المج ده، انا بحب اللون الابيض قوي، ولقيت عليه ورد كده وشكله مفرح كده فجبته. نيجي لاهم نقطه يا جماعه، وهي النقطه بتاعه الصلاه. ربنا يديم علينا نعمه كلنا ان شاء الله، ونبقى من المحافظين على الصلاه بتاعتنا. انتوا يا جماعه لما تيجوا تصلوا، حاولوا دايما ما تصلوش على حاجه تكون مثلا السجاده تكون ناشفه، او رجليكوا او ركبتكوا تلامس اي حاجه سطح خشن يعني. لان رجليكوا هتنشف، بالذات في الشتاء هتنشف، وهتكون جلد ميت، وهتنشف قوي وتبقى. وبعد الجلد الميت ده تلاقيها فيها اسمرار وكده. فالاسمرار ده بيبقى حاجه مش حلوه خالص. طبعا الاماكن ديت بتبقى منوره يوم القيامه واحنا عارفين، ودي حاجه مش هنكرهها يعني، بس بنحاول ايه نظبطها على قد ما نقدر، لان انت بنوته مهما كان يعني.
فانا بحط تحت السجاده بتاعتي حاجه زي ما انتوا شفتوا كده، حاجه ايه فيها اسفنج خفيف كده، بحيث ان انا لما اسجد تبقى ايه ركبتي يعني محميه نوعا ما. بحط اسدالي، وعندي سجادتين، وعندي قصدي سبحتين، سبحه طويله للتسبيحات الصغيره اللي بعد الصلاه، والسبحه اللي هي بتاعت التسبيحات الكبيره اللي هي ولازم تبقى